السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عمر خالد. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض بشرح القوة المغناطيسية، سواء القوة المغناطيسية او القوة المتبادلة بين سلكين او 3 اسلاك. فيلا بينا. اول حاجة صلي بينا على النبي. النهارده هنبدأ ناخد القوة المغناطيسية. ايوه يا مستر، ايه هي القوة المغناطيسية؟ احنا هندرس القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم. هندرس ليه؟ القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم، بس بشرط السلك ده يكون بيمر فيه تيار كهربي، الموضوع داخل مجال مغناطيسي. طب ازاي؟ تعال نشوف. بص يا سيدي، أول حاجة هنعملها هنجيب سلك مستقيم بالشكل ده، ونفرض إن التيار فيه الأعلى، هنحطه جوه مجال مغناطيسي مثلا عمودي على الصفحة والى الداخل كده 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 كده. حلو، فده مجال خارجي موضوع فيه السلك. طب بالنسبة للسلك، والله يا مستر بالنسبة للسلك نتيجة مرور تيار هينشأ فيه مجال مغناطيسي اتجاهه للداخل او للخارج. ازاي؟ هطبق قاعدة امبير، فيد السلك هنا للداخل، فيده هنا للخارج، فمحصلة كثافة الفيض هنا بالجمع وهنا بالطرح. طب وبعدين؟ هقول لك انا وبعدين. بص يا حبيبي، افرض نفسك كده قاعد في حصة في سنتر، في السناتر بتعملوا ايه؟ بتبقوا قاعدين كده متكبسين في بعض، ملزقين في بعض. حلو، بتلاقي عيل في النص، عيل رخم اتم رزل بارد، حاطط بينك وبينه شنطة، تمام، وجنبه فاضي، وانتوا قاعدين فوق بعض. اول حاجة هتعملوها ايه؟ اول حاجة هتفكروا فيها، هتزقوا الولد بالشنطة، تزقوه، تحركوا منين؟ من الناحية اللي انتوا قاعدين فيها الزحمة للناحية الفاضية، ايه اللي هو سايبها، الحتة الفاضية اللي جنبه، وانتوا بتزقوه. زقتوا مين معاه في النص؟ الشنطة. جميل، هنا نفس الفكرة، محصلة كثافة الفيض هنا بالجمع وهنا بالطرح. هنا كثافة الفيض كبيرة، خطوط الفيض كتير، المحصلة عالية. طب الناحية التانية المحصلة بالطرح المحصلة قليلة، فهتبدأ خطوط الفيض تتحرك من الكثافة الأعلى للكثافة الأقل. طب وهي بتتحرك مين موجود في النص؟ بالظبط، موجود السلك، فهتبدأ خطوط الفيض تزق السلك بالشكل ده. تزق السلك دي لو قاعدين ايه على المسطره بنحك مع بعض كده، اسمها ايه؟ تأثر عليه بقوه اف. فنتيجه اختلاف محصله كثافه الفيض على جانبي السلك هيتأثر السلك بقوه ايه؟ مغناطيسيه، سميناها اف. ليه سميناها قوه مغناطيسيه؟ عشان هي جايه من اختلاف محصله المجال المغناطيسي، واسمها القوه المغناطيسيه المؤثره على سلك. ليه؟ عشان هي بتأثر على السلك. فالقوة بتاعتنا اللي هي F. عايزين ندرس العوامل المؤثرة عليها. عايزين بعد العامل نطلع قانون. بعد القانون عندي قاعدة لتحديد اتجاه القوة، واحدة من أهم القواعد في المنهج. بعد كده عندنا حالات خاصة. يلا بينا. أول حاجة هنبدأ بيها وهي العوامل. إيه العوامل اللي بتأثر على القوة المغناطيسية؟ أول عامل لقيناه بيأثر معانا على القوة المغناطيسية هي شدة التيار المار في السلك I. لقينا إن كل ما زود شدة التيار المار في السلك كل ما هتزيد مين؟ القوة المغناطيسية المؤثرة عليه. تاني عامل لقيناه
بيأثر على القوة وهو كثافة الفيض. أنه كثافة فيض؟ كثافة الفيض بتاعة المجال اللي محطوط فيه السلك. كل ما الكثافة دي تزيد كل ما محصلة القوة ايه؟ تزيد. مين كمان يا مستر؟ لقينا كل ما طول السلك يزيد برضو القوة تزيد. طول السلك اللي هو مين؟ ال. بس افهم حاجة، ال هنا ما اقصدش بيها طول السلك بس، ما تقصد بيها مين يا مستر؟ طول السلك الموضوع داخل المجال. بمعنى انا عندي السلك اهو الجزئية المحطوطة في المجال المغناطيسي لحد هنا. طب الحتة دي هل محطوطة داخل المجال؟ الإجابة لأ. فبالتالي القوة هتأثر فين؟ هتأثر في الجزء اللي فوق بس، ده كده. طب لما أحط بقية السلك جوه مجال مغناطيسي، فبالتالي أصبح باقي السلك كمان هيتأثر بقوة. فبالتالي محصلة القوة اللي هتأثر على السلك هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد. فبزيادة طول السلك الموضوع داخل المجال، السلك اللي بيقطع المجال القوة اللي هتأثر عليه هتزيد. فهنا العامل اللي بتأثر على القوة المغناطيسية شدة تيار السلك، كثافة الفيض اللي الموضوع فيه السلك، طول المجال الموضوع في طول السلك الموضوع فين؟ في المجال المغناطيسي. من العامل هنطلع القانون. فمن هنا اف هتساوي بي اي ال، بنسميها بل، بس بشرط. ايه هو الشرط يا مستر؟ ان تكون خطوط الفيض عموديه على السلك. ما انا راسم لك السلك اهو وخطوط الفيض عموديه عليه للداخل. طب لو خطوط الفيض تصنع زاويه مع السلك، الحل هيبقى ايه؟ تعال اوريك. لو فرضت ان ده السلك بتاعي، جميل جميل، تعال نرفعه فوق شويه هنا، وهبدا اثر عليه بمجال مغناطيسي. المجال ده او خطوط المجال ده عامله زاويه مع السلك. مين دي؟ دي كثافه الفيض او خطوط الفيض. خطوط الفيض عامله زاويه مع مين؟ مع السلك. زاويه هنسميها وليكن سيتا. اتفقنا ان كثافه الفيض مع بعض من بدايه الفصل هي كميه متجهه لها مقدار ولها اتجاه، وبما انها هنا تصنع زاويه مع السلك فهعمل ايه؟ هعمل لها عمليه تحليل، هحللها. بحللها لكام مركبه؟ كام مركبه؟ 2، واحده مع الافقي وواحده مع الرأسي. جميل. قلنا القاعده بتاعتنا بتقول ايه؟ مطرح ما الزاويه تنام بضرب في جيب التمام. فالزاويه هنا مع الرأسي، فهنا اللي مع الرأسي هيبقى بي كوزين سيتا، مع الافقي بي ساين سيتا. انا قلت لك انا عايز خطوط الفيض تكون ايه؟ عموديه على السلك. عايز خطوط الفيض تكون عموديه على السلك. طب انه مركبه هنا او انه مركبه عموديه على السلك؟ المركبه الافقيه اللي هي البي مين؟ البي ساين. فبالتالي شكل القانون هيبقى عامل ازاي؟ اف هتساوي ايه؟ من هنا اف هتساوي بي اي ال ساين سيتا. القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك اف بتساوي بي اي ال ساين سيتا. هنا مع بعض جاسين. يبقى هنا القانون بتاعي اف هتساوي بي اي ال ساين سيتا. فبالتالي مين سيتا؟ والله يا مستر سيتا كده كانت الزاويه بين خطوط الفيض والسلك. حلو. فلو الزاويه بين خطوط الفيض والسلك 90، يعني السلك عمودي على المجال، عمودي على خطوط الفيض، الزاويه ب 90، ساين 90 بكام؟ بواحد. واي حاجه في واحد بواحد، فساعتها القوه اف هتساوي بي اي ال. بس لو سيتا بكام؟ ايوه سيتا بتساوي 90. الكلام ده لو سيتا بتساوي كام؟ 90. يعني خطوط الفيض عموديه. دي بنقول عليها ان هي الاف ماكسيمم.
القيمه العظمى للقوه، اكبر قوه هتاثر على السلك. ليه؟ اصل لو السلك موازي لخطوط الفيد، سيتا بكام؟ بصفر، ساين صفر بصفر، واي حاجه في صفر وصفر، فالقوه هتساوي زيرو لو السلك موازي للمجال. يبقى لو السلك عمودي على المجال القوه اكبر ما يمكن. السلك موازي للمجال الزاويه القوه بكام؟ بصفر. طب امتى تكون نص القيمه العظمى؟ ها، امتى تكون نص القيمه العظمى؟ طبعا ثمن الحمار وهو بيقول لي مع زاويه كام؟ 45. يا حبيبي تاني، انا بتعامل مع الزاويه ولا ساين الزاويه؟ بتعامل مع الزاويه. مين الزاويه اللي الساين بتاعتها بنص؟ 30. فانا اف القوه هتساوي نص القيمه العظمى اللي هي نص اف ماكسيموم. امتى؟ لما تكون الزاويه بتاعتك ب 30. فمع زاويه 30 القوه هتكون مين؟ نص القيمه العظمى اللي هي نص بي اي ال. يبقى ده القانون اللي هستخدمه لحساب القوه المغناطيسيه المؤثره على سلك موضوع داخل المجال المغناطيسي. قلنا انا هدرس العوامل، خلصتها قانون، فاضل عندي قاعده والحالات الخاصه. عايز اشوف القاعده. ايه القاعده دي يا مستر؟ القاعده اللي هستخدمها في تحديد اتجاه القوى المغناطيسيه اسمها ايه؟ اسمها قاعده فليمنج لليد اليمنى. ايه قاعده فليمنج لليد اليمنى؟ دي قاعده بستخدمها لتحديد اتجاه القوى المغناطيسيه المؤثره على السلك. مستر بص يا مستر، مش انت قلت لي هنا السلك هيتحرك من الكثافه الاعلى للكثافه الاقل، من الجمع للطرح؟ ايوه. طب انا مش كل مره هفضل اشوف فين الجمع وفين الطرح. احنا عندنا قاعده ممكن نستخدمها. ايه قاعده فليمنج؟ بتقول لك والله الابهام ده يشير لاتجاه القوى المغناطيسيه، السبابه يشير لاتجاه الفيض، والوسطى او باقي الاصابع تشير لاتجاه التيار. فصباعك ده قوه وده مجال او خطوط فيض وده تيار، فبنقول قوه مجال تيار. طب بنطبقها ازاي؟ هنجيب سلك مستقيم مثلا وليكن في مستوى الصفحه، ده اتجاه التيار فيه، احطه جوه مجال مغناطيسي عمودي على الصفحه مثلا والى الداخل. اهو اكسات اهو. حلو، عايز احدد اتجاه الايه؟ القوه. هطبق قاعده ايه؟ فليمنج. بتعملها ازاي؟ شبه اخواتك الكويسين ما بيتصوروا، تعمل كده، خليك راجل جدع. تمام؟ قلنا تاني قوه مجال تيار. اول حاجه تقف على عدله السلك. مبدئيا انت حضرتك وانت شغال، انت شغال على سكتش، على كتاب، على ورقه، فايدك على الصفحه. تمام؟ انا هنا بالنسبه لي ايدي على السبوره. ليه؟ عشان انا شغال على السبوره ايدي كده، لكن انت حضرتك ايدك فين؟ لتحت. اول حاجه اعملها صباعي ده بخليه يشاور مع اتجاه المجال اهو، بيشاور مع اتجاه المجال. المجال عمودي على الصفحه وللداخل او عمودي على الشاشه وللداخل. ابدا اسال نفسي هل اتجاه التيار كده صح؟ لا، التيار ليه؟ لاعلى. فتلاقي بعض المتخلفين عقليا راح عاملين ازاي؟ عاملين كده. اتجاه التيار صح، تمام، بس هل اتجاه المجال صح؟ لا، اتجاه المجال اتعكس، مجال للخارج للداخل وانا بشاور للخارج. طب تاني، المجال للداخل عمودي على الصفحه وللداخل او عمودي على الشاشه وللداخل اهو. التيار اعمل فيه ايه؟ تبدا تحرك ايدك بحيث ان انت تسيب الفيت ثابت ما تغيرش، وابدا احرك مين؟ التيار. فهو المجال للداخل وصوابعي دي بتشاور للتيار. هتلاقي الابهام اوتوماتيك بيشاور لاتجاه القوه اللي هتحرك ازاي؟ يسار الصفحه كده اهو. ده اتجاه القوه، ده اتجاه الاف. يبقى بتظبط الفيد، ظبطت اتجاه الفيد اوعى تغيره، تبدا تحرك ايدك بحيث تشاور صح على اتجاه مين؟ التيار.
طب تعالى نجرب مره كمان. نفس السلك بس المره دي التيار لاسفل، وبدل ما المجال للخارج للداخل خليه للخارج. وركز معايا بقى في الحته دي. هنا هروح اطبق قاعده فليمنج برضو عشان احدد اتجاه الايه القوه. قوه مجال تيار، في ناس حافظاها ايه؟ اف بي اي. قوه مجال تيار اف بي اي. تمام. نبدا بالمجال. المجال تعالى هنا على عدله ايدي، ولا لا خلينا الناحيه الثانيه. المجال عمودي على الصفحه، هل للداخل ولا للخارج؟ لا للخارج. فهل انا كده بشاور صح؟ هشاور كده مثلا، انا عارف ان انا اللي عامله غلط. المجال للخارج. ابص على التيار، هل صوابعي دي بتشاور مع سهم التيار؟ التيار لاسفل وانا صوابعي بتشاور لاعلى. طب كده صح؟ لا بدلها. فهنا المجال للخارج والتيار لاسفل، يبقى القوه برضو ايه؟ شايف السهم بيشاور فين؟ يسار الصفحه او يسار الشاشه، فدي الاف. اول حاجه مستر انت ايدك عامله كده على الشاشه، هل انا احط ايدي كده على السكتش؟ برضو لما يكون المجال للخارج ايدك كده هو على السكتش، كوعك كده لازم، محدش يعمل لي كده. في بعضكم ايه يروح حاطط ايده جنب السكتش كده شبه المشلول. حبيبي ما تحرك كوعك، ابقى بحطه على السكتش من فوق. ادي كده المجال للخارج، واظبط صوابعك او كف ايدك بناء على اتجاه مين؟ التيار. ايدك بتلف الحمد لله، ده شغال وده شغال وده شغال. الحمد لله، ربنا يديكوا الصحه يا رب. حرك ايدك اهو، بلاش شغل الايه المكسحين ده، ما عندكش اي عذر. هنا اللي عايزك تلاحظه بقى، هنا انا ايه شويه التهزيق دول يعني. هنا المجال للخارج، هنا المجال للداخل، هنا التيار لاعلى، هنا التيار لاسفل، بس في نفس اتجاه القوه. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان انا لو عكست اتجاه المجال واتجاه التيار، اتجاه القوه هيفضل زي ما هو. تاني، انا هنا لما عكست اتجاه المجال وعكست اتجاه التيار، فضل اتجاه القوه المغناطيسيه زي ما هو. طب لو كنت عكست واحد بس، يا المجال بس يا التيار بس، ايه اللي هيحصل؟ اتجاه القوه هيتعكس. ازاي؟ تعال اوريك. مثلا تعال نمسح ايه؟ تعال نمسح دي. والمجال هنا بدل ما هو للخارج اخليه للداخل واحافظ على اتجاه التيار زي ما هو. اكسات اهي كتير اهي، اكسات اهو، يلا دلع نفسك. اول حاجه قاعده فليمنج جاهزه. المجال للداخل، المجال للداخل. التيار، هل انا كده مشاور صح؟ لا، التيار لاسفل، فهلف ايدي. التيار لاسفل والمجال للداخل، فالقوه هتكون يمين الصفحه. لما عكست اتجاه التيار بس، اتجاه القوه ايه اللي حصل له؟ اتعكس كمان. فعشان تغير اتجاه القوه المؤثره على الجسم او المؤثره على السلك، يا هتغير اتجاه المجال يا هتغير اتجاه التيار، واحد من الاثنين. طب غيرت الاثنين، لا، اتجاه القوه هيفضل زي ما هو مش هيتغير. صعب الكلام ده لو السلك فين؟ في مستوى الصفحه. طب لو السلك عمودي على الصفحه بالشكل ده، طن طن، ماشي. سلك عمودي مثلا على الصفحه، تياره للخارج، وهحطه جوه مجال مغناطيسي وليكن كده يمين الصفحه. ماشي. هطبق برضو قاعده فليمنج اليد اليسرى، قوه مجال تيار. مبدئيا المجال ولا عمودي للصفحه يعني، ولا داخل ولا خارج، لا ده في مستوى الصفحه وبص ناحيه الايه اليسار، ده اسمه يسار الصفحه. لا ده بالنسبه للصفحه اليمين، ده يمين الصفحه، خلي وشك ليها، ده اليمين وده اليسار. فحلو، فالمجال هشاور معاه بصباعي فاهو ناحيه اليمين. بالنسبه للتيار، هل اعلى ولا اسفل؟ لا ده سلك عمودي يبقى داخل وايه وخارج. طب هل التيار كده انا بشاور صح؟
لا يا مستر ده انت راسم نقطه، فالتيار ليه؟ للخارج، فايدي هعملها كده بالنسبه للتيار؟ لا. امال ازاي تاني؟ ادي المجال صح يا مستر، التيار هتشاور ازاي؟ يا ابني التيار لخارج الصفحه، فصوابعي دي هتحرك كده بالشكل ده، فالمجال اهو والتيار للخارج، فبالتالي القوه هنا هتكون ايه؟ الاعلى. تمام. طب لو جيت هنا نفس السلك ده، بدل ما اخلي المجال يمين او يسار اخليه عمودي على الصفحه وللداخل. بزهق انا والله من الاكسات دي كلها، بس ما علينا. عايزين نحدد اتجاه القوه. حلو. وانا مغمض كده اكتب لك مفيش قوه، والقوه اللي بتاثر على السلك بصفر. ولو جيت طبقت القاعده مش هتطبق معاك وهتحس ان انت عبيط. ليه يا استاذ الفاضل؟ بص يا سيدي، اول حاجه انت عايز تطبق ايه؟ قاعده فليمنج. شرط قاعده فليمنج ان صوابعك الثلاثه يكونوا متعامدين على بعض، بحيث ان القوه والمجال والتيار يكونوا متعامدين على بعض، بينهم زاويه كام؟ 90. دي حاجه. فانت تعالى كده طبق القاعده، المجال للداخل والتيار للخارج. بص ايدي عملت ازاي؟ لا، هل ده ينفع؟ تاني اهو، المجال للداخل وصوابعي عامله كده عشان التيار للخارج، مش هينفع، القاعده باظت، فبالتالي القوه بصفر. طب مستر ايه دليلك؟ بص يا بابا، السلك عمودي على الصفحه وللخارج، والتيار والمجال للداخل، الاتنين مالهم متوازيين. السلك موازي للمجال، فلو السلك موازي للمجال القوة المؤثرة عليه بكام؟ صفر. فهنا نفس الفكرة، السلك عمودي على الصفحة والمجال عمودي على الصفحة، فالاتنين متوازيين، فالقوة المؤثرة على السلك ساعتها بكام؟ بصفر. يبقى ده شكل من أشكال التوازي، سلك عمودي على الصفحة محطوط في مجال عمودي على الصفحة، القوة اللي بتأثر عليه بصفر. تمام؟ حلو. الحالة اللي بعدها لو جيت رسمت لك بالشكل ده ملف دائري، واتجاه التيار فيه مثلا مع عقرب الساعة، وجيت وانا قاعد فاضي كده رحت حاطط لك ايه؟ سلك عمودي على الصفحة، تياره وليكن في الداخل. تعال نشوف، او بيجي يسألك عن قيمة القوة المؤثرة على السلك، القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك، وانت مغمض القوة المغناطيسية هتساوي صفر. ليه تاني يا مستر؟ بص يا حبيبي، مين المجال اللي بيأثر على السلك؟ هل شايف مجال مغناطيسي انا رسمه للداخل او للخارج؟ لا، المجال اللي هيأثر على السلك هو المجال المغناطيسي اللي جاي من تيار الملف. فلو جيت بصيت لتيار الملف، انا هنا بطبق قاعدة البريمة، فالتيار مع عقرب الساعة، فالفيض للداخل، فيض الملف للداخل عمودي على الصفحة وللداخل، والسلك برضو عمودي على الصفحة. سيبك من تياره للداخل، ممكن اخلي تياره للخارج، مش قصة. الفكرة ان السلك عمودي على الصفحة والمجال عمودي على الصفحة، فكده الزاوية بينهم بكام؟ الزاوية بينهم بصفر. وهرجع للقانون، ساين صفر بكام؟ بصفر، واي حاجة بصفر او اي حاجة فيه صفر بكام؟ بصفر. فالقوة اللي هتأثر على السلك في الحالة دي بصفر. فيبقى انا لو عندي سلك محطوط بحيث ان هو يكون عمودي على محور ملف دائري، القوة المؤثرة عليه بكام؟ بصفر. المرة دي بقى بدل ما اجيب ملف دائري انا هجيب ملف لولبي. ماشي، تعالى كده. تين لا ده كده بقى قد الدنيا خالص. ماشي، تعالى انت كده بس ان شاء الله تبقى مظبوط.
هنا هجيب قالب حديد، او هنا الاسطوانه اللي هلف عليها خليها مجوفه، وهلف عليها يمين الملف اللولبي. ده الملف اللولبي بتاعي، هوصله ببطاريه. هنا الاسطوانه دي هي السلك السلك ده هعتبره سلك، الاسطوانه دي هعتبرها سلك، تمام؟ وهتفهم دلوقتي قصدي ايه. هبدا امرر التيار فين؟ في الملف اللولبي، في الطريق يطلع كده 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 كده. هروح اطبق قاعده امبير العكسيه عشان احدد اتجاه المجال. فالتيار طالع من فوق الملف، فده القطب الشمالي وده القطب الجنوبي، والمجال ماشي ازاي؟ من الجنوبي للشمالي. لو فرضت ان انا هحط سلك تاني، تعال هجيب سلك تاني بالشكل ده، هجيب السلك واحطه موازي لمحور الملف اللولبي. هحط السلك موازي لمحور الملف اللولبي. تعال نحدد اتجاه التيار، مثلا هنفرض ان التيار ماشي فيه كده. بص هنا بالنسبه للسلك ده والمجال المغناطيسي بتاع الملف اللولبي، الزاويه منهم كام؟ والله يا مستر تقول لي ما فيش بينهم زاويه. فبالتالي لو جيت سالتك عن القوه اللي بتاثر على الملف اللولبي وانت مغمض، هتقول لي القوه اللي بتاثر على السلك، هتقول لي وانت مغمض بكام؟ بصفر. فلو عندك سلك موضوع موازي لمحور ملف لولبي او محور لملف دائري، القوه اللي هتاثر على السلك في الحالتين بكام؟ بصفر. تاني، فلو عندي سلك موازي لمحور ملف لولبي او محور لملف دائري، القوه المؤثره عليه بكام؟ بصفر. دايما يا مستر، دايما. الحاله الثانيه بنتكلم عن حاجه اسمها حاله الاتزان. ايه حاله الاتزان دي؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي لو عايز ارفع القلم ده من على ايدي، هاثر عليه بقوه واتجاهها الاعلى. طول ما انا بحركه القوه دي اكبر من وزنه. ما هو ليه انا هاثر بقوه الاعلى عكس قوه جذب الارض للجسم اللي هي وزنه. طب عشان القلم يكون ثابت، افضل ثابت انا والقلم، لازم لازم القوه اللي انا باثر عليه بيها تكون اكبر من ولا اصغر ولا تساوي الوزن؟ طبعا تكون تساوي الوزن، عشان تكون محصله القوه اللي بتاثر عليه بكام؟ بصفر، ويبقى في حاجه اسمها حاله اتزان. فهنا هنلعب نفس اللعبه. هنعمل ايه؟ هنجيب دايره كهربائيه، وهاجي هنا في الجزء الفاصل ده احط سلك من النحاس بحيث يكون ملامس بس لطرفي الدايره، واسمي دي ولتكن اكس ودي واي. احنا عارفين ان السلك بيتاثر بقوه اللي هي قوه جذب الارض لاسفل اليمين، وزنه، وانه هيمر في الدايره تيار، بس بسبب الوزن السلك هيقع. طب والحل؟ بص معايا كده، لو فرضنا ان احنا هنعمل الاتي، هنحط السلك جوه مجال مغناطيسي عمودي على الصفحه واتجاهه للداخل. فالسلك اكس واي ده هيمر فيه تيار ولا لا؟ هيمر فيه تيار، واصبح سلك بيمر فيه تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي، هيتاثر بقوه مغناطيسيه. تعال نحدد اتجاهها، هطبق قاعده فليمنج، قوه مجال تيار، المجال للداخل والتيار ماشي من اكس لواي، فالقوه ليه؟ لاعلى. فاول شرط عندي ان هنا الجسم ما يقعش، هاثر عليه بقوه عكس الوزن عشان يظل السلك متزن، هاثر بقوه عكس الوزن. طب عشان يكون متزن فعلا لازم القوه دي تكون بتساوي الوزن، يبقى حتى لا يقع السلك او يظل معلقا او يكون في حاله اتزان، او يقول لك وزنه الظاهري بيساوي صفر. يعني ايه وزنه الظاهري؟ بص يا سيدي، انا لما اسيب القلم هيقع بسبب ايه؟ قوه الجاذبيه. مين؟ قوه جذب الارض للجسم اللي هي الوزن. فلما افضل معلقه كده ظاهريا، هل الارض بتاثر عليه بقوه؟ والله طالما ما اتحركش في اتجاه الارض فكده ما بتاثرش عليه بقوه، بس ده ظاهريا. فعليا الارض بتشد مين؟ القلم بسبب وزنه. فلما يقول لك وزنه الظاهري بيساوي صفر، اعرف ان هو يقصد حاله الاتزان، ان القوه المغناطيسيه بتساوي الوزن.
طب تعال نفك القوة المغناطيسية. فكها ليه؟ لبي اي ال. تعال فك الوزن. الوزن زي ما تلت ارباعكم ناسي، وافتكر ان هو الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. كتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. بص، من قانون الكثافة عندك إن الكثافة بتساوي إيه؟ الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. الحجم اللي هو فوليوم. من هنا أقدر أقول إن الكتلة هتساوي مين؟ كثافة في حجم. فأقدر أشيل من هنا، أيوه، أشيل الإيه؟ الكتلة وأحط مكانها كثافة في حجم. يبقى هنا بي اي ال هتساوي كثافة في الحجم في عجلة الجاذبية. طب بص يا حمادة كمان، انت عندك ان الحجم بيساوي ايه؟ حجم السلك. ايوه الله ينور، بيساوي مساحة المقطع في الطول. فاقدر اشيل الحجم من هنا واحط مكانه ايه؟ الرو تنزل زي ما هي، والحجم هحط مكانه مساحة المقطع في الطول. وهنا بي اي ال تنزل زي ما هي. بص بقى الحركة دي، هطير ال مع ال. يبقى لك ايه؟ تعال نكتبها من الاول عشان شكلها مش عاجبني. يبقى لك ان بي في اي بتساوي رو في ايه؟ في مين؟ في الجي اللي هي عجلة الجاذبية. مستر انا هستخدم انو قانون فيهم؟ هتستخدم الاول والتاني والتالت والرابع. نعم يا مستر، على حسب المعطيات. على حسب معطيات المسألة، على حسب ما حضرتك هتختار القانون. طب مستر احفظ انا واحد فيهم؟ للأمانة انا كمستر عمر حافظ ده بس. طب والقانونين التانيين يا مستر استنتجهم منه، وريتك اهو، مش صغير تعرف تعملها، ايه يعني مش صعبة. فركز، مش صعبة وهتعرف تجيبها. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للجزء الخاص بالقوة المغناطيسية العادية. بعد كده هنخش على حاجة اسمها القوة المتبادلة بين سلكين. القوة المتبادلة من كام سلك؟ سلكين. بص يا سيدي، تعال نقسم الصفحة. هجيب لك وليكن هنا سلكين، اوكي، طيرهم في نفس الاتجاه. اصبر، دول مش السلكين. لو فاكر اما كانت السلكين طيرهم في نفس الاتجاه، كانت محصلة كثافة الفيض بالطرح وبره بالجمع. هنا بالجمع وبره بالطرح. اسمع بقى اللي جاي. جميل. لو سمينا السلك ده 1 والسلك ده 2، امسك السلك 1. السلك 1 موضوع في كم محصلة؟ سيبك من السلك 2 اكنه مش موجود. موضوع في ناحية فيها جمع وناحية فيها طرح، ففي اختلاف في محصلة كثافة الفيض على جانبي السلك 1. ده قلنا في أول الحصة هيعمل إيه؟ هيأثر على السلك بقوة من الأعلى للأقل. فالسلك 1 هيتأثر بقوة هنسميها F1 في الاتجاه ده. طب بالنسبة للسلك 2 نفس الفكرة، في اختلاف في محصلة كثافة الفيض، هنا جمع وهنا طرح، فيتحرك برضو بقوة من الأعلى للأقل، وهنا هسميها F2. بص هنا السلكين بيقربوا من بعض، فنوع القوة المغناطيسية هنا بنسميها قوة
تجاذب. يبقى لو عندي سلكين متوازيين بيمروا فيهم التيار في نفس الاتجاه، بينشأ حاجة منهم اسمها القوة المتبادلة بين سلكين، نوعها تجاذب. طب هنا هيتحرك برضو السلك من الأعلى للأقل، فبالنسبة للسلك واحد هيتأثر بقوة في الاتجاه ده. يا عم ده كده ليه؟ تسميها اف ايه؟ واحد. طب بالنسبة للسلك اتنين هتأثر بقوة في الاتجاه ده برضو، بنسميها اف اتنين. حلو. مستر عايزين نحسب اف واحد دي واف مين؟ واف اتنين. طب تعالى ايه المشكلة؟ هنا انزل شوية ارجع تاني. لو مسكنا السلك واحد، تعالى نحسب اف واحد هتساوي ايه؟ والله اي قوة مغناطيسية اف بتساوي بي اي ال. فالاي هي تيار السلك واحد عادي، ال ماشية مؤقتا طول السلك واحد. الفكرة في كلها في مين؟ في البي. البي بقى بتاعت انو سلك؟ بي بتاعت السلك اتنين. ليه؟ هي هنا مين البي؟ هي كثافة الفيض المؤثرة على السلك. طب مين كثافة الفيض اللي هتأثر على السلك؟ مين المجال المغناطيسي اللي هيأثر على السلك واحد؟ المجال المغناطيسي اللي جاي من السلك اتنين هو اللي هيأثر على السلك مين؟ واحد. فبالتالي الاف المؤثرة على السلك واحد هفكها لايه؟ لبي اتنين في اي واحد في ال واحد. تعال نفك بي اتنين. هفكها لايه؟ لميو في اي اتنين، لو فرضت ان المسافة بين السلكين هي دي، على اتنين باي دي في مين؟ في اي واحد في ال واحد. طب لو حبيت احسب القوة المؤثرة على السلك اتنين، اف اتنين، بنفس الفكرة. هنا المجال اللي هيأثر على السلك اتنين هو المجال المغناطيسي اللي جاي من السلك واحد، فدي هتبقى بي واحد في اي اتنين في ال برضه مشيها اتنين. تعال نفك بي واحد. هفكها لايه؟ لميو في اي واحد على اتنين باي دي في اي اتنين في ال اتنين. لو بصيت هو هنا السلكين ليهم نفس الطول، وعايزك تبص على القانونين دول بقى. اللي شايف حاجة يقول في سره كده هو شايف ايه. هقول الحل يستنتج. بص هنا معايا، بص هنا معايا، بص كده نفس الميو نفس الميو، اي واحد اي واحد، اي اتنين اي اتنين، ال واحد وال اتنين قلنا قد بعض، 2 باي دي وهنا 2 باي دي. عايز تقول يا مستر؟ عايز تقول ان القوة اف واحد هي اف اتنين؟ عايز تقول ان القوة المتبادلة بين سلكين متساويتين؟ سواء كانوا تجاذب او تنافر؟ انت لو لاحظت هنا اتجاه التيار ما بيتأثرش بحاجة، انا كل اللي بحتاجه مقدار التيار. فبنقول ان القوة المتبادلة ما بين سلكين بتكون متساوية. بتساوي ايه؟ القوة المتبادلة بين سلكين اف بتساوي اف واحد بتساوي اف اتنين بتساوي اف بتساوي ايه؟ ميو في اي واحد في اي اتنين في ال على 2 باي دي. خلي بالك ال دي مش طول واحد منهم، ده الطول المتقابل من سلكين. الطول المتقابل بين الايه؟ السلكين. يعني ايه يا مستر؟ هعرفك كمان شويه بالمثال. يبقى هنا القوة المتبادلة بين سلكين بتكون متساوية. بيقول لك ايه بقى هنا؟ بيقول لك ده تطبيق على قانون نيوتن الثالث اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. بمعنى
هنا انت لو لاحظت الاف واحد قد اف 2، القوتين متبادلتين متساويتين ومتضادين في الايه؟ في المقدار. ازاي؟ مستر ده هنا تجاذب يا ابني. ماشي، ما ده اتجاه اف واحد وده اتجاه اف 2، الاثنين في عكس الاتجاه. هنا اف واحد في اتجاه واف 2 في الاتجاه المعاكس، فالقوتين متساويين في المقدار ومتضادين في الايه؟ في الاتجاه. طب مستر ليه المحصله مش بصفر؟ يا حبيبي هما بيأثروا على نفس الجسم، كل سلك بيأثر على التاني بقوه. فهنا اف واحد دي بتأثر على السلك واحد، اف 2 السلك 2، فكل قوه بتأثر على جسم غير التاني، فمش هيحصل اتزان. فليه هنا يعتبر او تعتبر الحاله دي تطبيق نيوتن الثاني؟ لان هنا نشأ قوتين متساويين في المقدار متضادين في الاتجاه لكن لا يؤثروا على نفس الايه؟ الجسم، فالفعل ورد لايه؟ الفعل، وهم في عكس الاتجاه. ده بالنسبه للقوه المتبادله بين سلكين. فاضل اخر حاجه معانا هي القوه المتبادله بين 3 اسلاك. فاصل سريع ونرجع تاني. يلا بينا، هنبدأ دلوقتي مع بعض نشرح القوة المغناطيسية المؤثرة على 3 أسلاك. خدنا من شوية القوة المتبادلة بين سلكين، هناخد دلوقتي القوة المتبادلة بين 3. فهنجيب 3 أسلاك، بس قبل ما نجيب 3 أسلاك أنا هخليهم الأول بس إيه؟ سلكين. تمام؟ الأول بالأزرق، بس هنصغر السلك شوية. تاني أحمر، أهم حاجة التنويه. هنا ده اسمه 1 وده اسمه 2. بص يا سيدي، بالنسبة ل1 و2 في ما بينهم قوة متبادلة، بالنسبة لهم هو قوة تجاذب، فالسلك 2 هينجذب للسلك 1 بقوة هنسميها F1 2، القوة المتبادلة بين السلك 1 و2. والسلك 1 برضو كذلك قوة متبادلة بينهم نوعها تجاذب هنسميها F1 2، يعني القوة المتبادلة بين السلك 1 والسلك 2. هاجي أنا بقى أعمل لك إيه؟ أجيب لك سلك تالت وليكن في نفس الاتجاه. بالنسبة للسلك ده هنسميه 3. بالنسبة ل1 و3 تيارهم في نفس الاتجاه، ففي ما بينهم قوة متبادلة برضه نوعها تجاذب، فهنسميها F1 3. اقف ثواني، بص على السلك 1 بتأثر عليه بكام قوة متبادلة؟ 2. قوة بينه وبين السلك 2 وقوة بينه وبين السلك ايه؟ 3. فانت هتعمل ايه؟ هتحسب القوة المتبادلة بين 1 و2 والقوة المتبادلة بين 1 و3. هنا لقيتهم في نفس الاتجاه، هتجمعهم. جميل. طب بص على السلك 2 بينه وبين السلك 3 قوة متبادلة نوعها برضه تجاذب، فهتكون القوة في الاتجاه ده، فنسميها F3 2. لقينا ان القوتين هنا في عكس الاتجاه، فهتحسب القوة المتبادلة بين 1 و2 والقوة المتبادلة بين 1 و3، وبعد كده تعمل ايه؟ تطرحهم. طب انا عايز اعرف القوة اللي بتأثر على السلك 3 يا مستر. اسأل نفسك بيتأثر عليه كام قوة؟ تقول لي 2. قوة متبادلة بينه وبين 2 نوعها تجاذب، فدي القوة المتبادلة بين 2 و3. طب بينه وبين 1 قوة تانية برضو نوعها تجاذب، فدي قوة متبادلة بين 1 و3. هتحسبها كل واحدة فيهم ولقيتهم الاتنين في نفس الاتجاه تجمع. طب مستر ده دايما؟ لا، على حسب اتجاه التيار. بمعنى تعالى هنا ادي السلك 3 بتاعي، والسلك 2 مثلا خلي التيار الاسفل، والسلك 1 تياره الاعلى. 1 2 3. عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف القوة المحصلة المؤثرة على السلك مين؟ 3. اسأل نفسك في كام سلك؟ 3 أسلاك، فالسلك الواحد بيأثر على كام قوة متبادلة؟ 2. سلك 3 في بينه وبين السلك 1 قوة متبادلة، الطيارين دول في نفس الاتجاه، فقوة متبادلة نوعها تجاذب، فهيتشد هنا كده
بقوة هنسميها F1 3، يعني القوة المتبادلة بين 1 و3. طب السلك 3 والسلك 2 تيارينهم في عكس الاتجاه، ففي منهم قوة تنافر، فيتأثر بقوة نوعها تنافر هنسميها F2 3. فكده لاحظت إن القوة بين 1 و3 والقوة بين 2 و3 في عكس الاتجاه، يعني السلك 3 ده بيتأثر بكام قوة؟ قوتين متبادلتين في عكس الاتجاه. هحسبهم واروح اطرح. طب السلك 2، السلك 2 هنا بص معايا في بينه وبين 1 قوة تنافر، فيتأثر بقوة في الاتجاه ده نسميها القوة المتبادلة بين 1 و2. طب بين 2 و3 برضو قوة تنافر، فتكون في الاتجاه المعاكس نسميها F2 3. فهنا لقيت القوتين في عكس الاتجاه، فهتحسب القوة المتبادلة بين 1 و2 والقوة المتبادلة بين 2 و3 وتطرحهم. ونفس الأمر بالنسبة للسلك 1. السلك 1 في بينه وبين 3 نوعها قوة نوعها ايه؟ تجاذب، فهينجذب ليه كده بقوة هنسميها F1 3 اللي هي القوة المتبادلة بين 1 و3. طب بين 1 و2 قوة متبادلة نوعها تنافر، فتكون كده فسميها F1 2. فالسلك 1 برضه لقيته بيتأثر بقوتين في عكس الاتجاه، هتحسبهم وتطرح. ده أسهل طريقة ممكن تحلها بيها، ليها طرق تانية كتير، دي واحدة من أسهل الطرق. دلوقتي احنا خلصنا شرح وهنبدأ مع بعض حل الأسئلة ومع أول سؤال، فيلا بينا. هنا السؤال الأول، لا مش ده السؤال الأول، ثانية واحدة، ده السؤال الأول. بيقول لك هنا إيه؟ في الشكل المقابل، ركز معايا في السؤال ده. إذا كانت شدة التيار المارة في السلك هي 5 أمبير، الأي وكثافة الفيض 5/10 تسلا، اوجد القوة المغناطيسية المؤثرة على الأسلاك اي بي، سي بي، سي دي، بي أو دي اي. أول حاجة هطلبها منك بس كده سريعا إن أنت تعمل إيه؟ تجيب الخط ده وتمده كده. جميل جميل. أول حاجة وعايز القوة المغناطيسية F بتساوي إيه؟ بي اي ال ساين سيتا. جميل. بص يا حماده، بص على السلك اي بي، بص على السلك دي اي. الزاويه بين خطوط الفيض او بين المجال والسلك اي بي بكام؟ هما متوازيين فالزاويه بصفر. طب الزاويه بين السلك دي اي والمجال او خطوط الفيض برضو بكام؟ بصفر. فبالتالي كده القوه المؤثره على السلكين دول سواء دي اي او اي بي هتساوي صفر. ليه؟ لان السلك يوازي المجال. ده اول واحده. تاني واحده انا عايز ايه؟ القوه اللي هتاثر على السلك سي بي. السلك سي بي هنا عامل زاويه 90 مع مين؟ مع خطوط الفيض. فالقوه اللي هتاثر على السلك سي بي هتساوي بي اي ال. البي ب 15/100، الاي ب5، ال ب16 بس في 10 اس سالب 2 يعني 16/100. هتمسك آلتك وطبعا ساين 90، تمسك آلتك تطلع لك 12/100 نيوتن. فالقوة المؤثرة على السلك سي بي ب 12/100 نيوتن. فاضل مين؟ ودي المهمة، القوة المؤثرة على السلك سي دي. يا ترى هو عامل مع السلك زاوية كام؟ بص يا ابني، محدش فيكم ينخدع بال90 درجة دول. ماشي، 90 درجة دول هنجيبهم هنا. محدش يتخدع مين؟ بال60 درجة ويقول لك الزاوية بينهم 60. ده مثلث اسمه مثلث 30 60. زاوية 90 زاوية 60، يبقى الزاوية دي بكام؟ ب30. فالزاوية اللي بين خطوط الفيض والسلك سي دي هي كام؟ 30 درجة. فاروح اقعد في القانون بي اي ال ساين سيتا. فهنا البي ب 15/100، الاي ب5، ال ب 32 سم يعني 32/100 في ساين 30 تطلع لك بنفس ال 12/100 نيوتن بالظبط. ايه ده؟
طب ازاي؟ بص يا عم، وحد الله لا اله الا الله. هنا دلوقتي اول ما تلاقي عندك سلكين ليهم نفس الارتفاع الرأسي. يعني ايه يا مستر نفس الارتفاع الرأسي؟ يعني نفس المسافة بين اعلى نقطة والسطح. مسافة بين اعلى نقطة ومين؟ واقل نقطة. ده الارتفاع الرأسي. بمعنى اصح تعالى نرسمها كده. ده الارتفاع الرأسي ده. فلما تلاقي عندك سلكين ليهم نفس الارتفاع الرأسي، اعرف ان القوة المؤثرة عليهم مالها متساوية، وفي فرق بين الارتفاع والطول. حد ممكن يقول لي هنا ده طوله 16 وده طوله 32. يا ابني ما انا بقول لك في فرق بين الارتفاع والطول، بمعنى هل القلم وايدي ليهم نفس الطول؟ لا. طب لو عملت القلم كده، يعني اجيبه لك ازاي؟ عايزين ثانية واحدة، خليك معايا. رجعنا تاني. هنا دلوقتي بالنسبة للموبايل والقلم، هل ليهم نفس كده بالوضع ده الارتفاع؟ لا. هل ليهم نفس الطول؟ لا. طب لو ميلت الموبايل وحطيتهم على قاعدة واحدة اللي هي ايدي، بحيث ان يكون للقلم والارتفاع او القلم والموبايل اثبت نفس الارتفاع بالشكل ده كده، القلم والموبايل ليهم نفس الارتفاع ولا لا؟ ليهم نفس الارتفاع، نفس الارتفاع الرأسي، لكن ما لهمش نفس الطول. فهنا نفس الفكرة، السلكين ما لهمش نفس الطول لكن ليهم نفس ايه؟ نفس الارتفاع. فلو عندك سلكين ليهم نفس الارتفاع بيمر فيهم نفس التيار ومحطوطين جوه نفس المجال المغناطيسي، هتأثر عليهم نفس القوة زي ما انت شفت. يبقى الشرط ان السلكين يكون لهم نفس الايه؟ الارتفاع الرأسي. السؤال اللي بعده هنا بيقول لك سلك من الألمنيوم اكس واي اللي هو السلك ده، مساحة مقطعه اللي هي الاي ب1/10 سنتيمتر، يعني هضربها في 10 أس -4 عشان احولها للمتر المربع. معلق افقيا بينما يلامس طرفاه دائرة كهربية كما هو باين بالرسم امامك. احسب كثافة الفيض التي تعمل على ان ايه؟ يظل السلك معلقا بدون استخدام مؤثر خارجي مع بيان اتجاه كثافة الفيض. هوريك ازاي هنجيب الاتجاه. اعطيني عجلة الجاذبية واعطيني مين؟ كثافة المعدن. مبدئيا هنا نفس المعنى بتاع حالة الاتزان. هنا حالة اتزان بالظبط. معنى او اول ما قلنا ان انا اعرف ان انا عندي حالة اتزان، ده معناه ان اف بتساوي مين؟ ام في جي. اف اللي هي مين في نفس الوقت؟ بي اي ال. حلو. اعطيك هنا مين؟ اعطيك مساحة وكثافة. عملنا الاستنتاج من شوية، لما يديني مساحة وكثافة وعجلة ده القانون اللي هستخدمه، وعملنا الإثبات. بي في اي بتساوي رو في اي في جي، فبالتالي اروح اطبق الكلام ده هنا. هنا هيبقى بالنسبة لي بي في اي بتساوي رو في اي في جي. ده القانون اللي هستخدمه. عرفت منين؟ ما هو عاطيني كثافة وعاطيني مساحة وعايز كثافة الفيض، فمن هنا البي هتساوي ايه؟ البي هتساوي من هنا رو في اي في جي على اي. هروح اعوض. الرو ب 2700، الاي ب1/10 في 10 أس -4، الجي عجلة الجاذبية قال لك ب10 فتعوض ب10. محدش يحط التاتش بتاعه ويعوض ب9.8 على الاي. شدة التيار عندك من الرسمة 10 امبير. تمسك آلتك تيك تراك تطلع ب2 في 10 أس -3 تسلا. عايز بقى مين؟ وده الأهم من القانون بقى، وده اللي ممكن يكون في فكرة شوية. عايز اتجاه المجال المغناطيسي. احنا اتفقنا
عشان السلك يظل متزن لازم اثر عليه بقوه لاعلى عكس اتجاه الوزن. والتيار زي ما انت شايف ماشي معاك كده من الموجب للسالب، فهيمشي من اكس الى واي. فاضل ان انا احدد اتجاه القوه المغناطيسيه. احدد اتجاه القوه ازاي؟ باستخدام قاعده فليمنج اليد اليسرى، اسف اتجاه كثافه الفيض، برضو باستخدام قاعده فليمنج اليد اليسرى. ازاي؟ قوه مجال تيار. انا هنا في العادي بستخدم فليمنج لو ما انا معايا المجال والتيار بعرف احدد اتجاه القوه. طب هنا نفس الفكره، لو معايا اتجاه القوه واتجاه التيار اعرف احدد اتجاه المجال. ازاي؟ القوه عموديه على الصفحه او عموديه على السلك ولا اعلى. فاضل ان انا احدد مين؟ اتجاه التيار. هل اتجاه التيار كده صح؟ لا. طب اعمله ازاي؟ كده مثلا يا مستر كده صح، التيار صح، بس هل اتجاه القوه صح؟ غلط. طب ازاي يا مستر؟ كده تعالى نعملها كده. تمام، القوه صح بس التيار غلط. طب وبعدين يا مستر؟ حاول تظبط ايدك بقى. بمعنى اول حاجه ادي اتجاه التيار صح بس اتجاه القوه غلط. طب انا عايز اظبط اتجاه القوه، حاول تلف صوابعك كده. القوه الاعلى والتيار ماشي من اكس لواي، صباعك بيشاور صباعنا هنا بيشاور للشاشه، بالنسبه لك هيشاور للصفحه، فكده المجال عمودي على الصفحه وللداخل. فعرفت اتجاه المجال ازاي؟ باستخدام قاعده فليمنج. السؤال اللي بعده حلو، بيقول لك هنا سلكان مستقيمان متوازيان المسافه الفاصله بينهما او المسافه بينهم 2 سنتيمتر، دي اللي هي الدي، بس هضرب في 10 أس -2. الاول يمر به تيار 4 امبير ده اي 1، والتاني تيار شدته 8 امبير ده اي 2، والتياران في اتجاه واحد. امسك تيارين في اتجاه واحد، لو سألك عن نوع القوة وهو سائل عليها طبعا القوة نوعها ايه؟ تجاذب. حلو، عايز مقدار كمان القوة المتبادلة. القوة المتبادلة تعويض مباشر في القانون، F بتساوي ميو في اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي. كل حاجة معاك في القانون هتعوض على طول، هتطلع لك القوة ب 32 من 100 او 32 في 10 أس -5 نيوتن. فده تعويض مباشر، سؤال ما فيهوش اي حاجة. نبدأ الشغل من اللي جاي. حلو السؤال ده. هنا بيقول لك في الشكل المقابل اللي حضرتك شايفه يمثل سلكين مستقيمين متوازيين في نفس المستوى، مثبت افقيا. المستوى الاول مثبت افقيا اللي هو ده، ويمر اللي هو مين؟ ده واحد. الدايرتين دول ده كأنهم المسامير اللي بتثبت فيهم السلك، ويمر فيه تيار 80 امبير، ويقع مسافه او على مسافه 20 سنتيمتر دي من سلك اخر، بحيث يمكنه الحركه لاسفل والاعلى. شايف الدايرتين دول زي مجرى بيتحرك فيهم السلك، اتنين مالهمش اي علاقه بالمساله. فاذا كانت، وركز، كتله المتر الواحد من السلك الثاني، كتله المتر الواحد دي ام على ال، ام على على ال. بس خلي بالك من حاجه، قال لك ب 12 من 100 جرام واحنا بنشتغل بالكيلو جرام، فهتتضرب في كام؟ في 10 أس -3. فأن شدة التيار اي 2 الذي يجب ان يمر فيه حتى لا يسقط بتأثير الجاذبية الأرضية. لا يسقط بتأثير الجاذبية الأرضية يعني وزنه الظاهري بكام؟ أيوه بصفر. يعني يقصد يقصد حالة اتزان. حالة اتزان. قلنا في حالة الاتزان القوة هتساوي الوزن. طب جميل، هنا بقى خلي الرسمة عايزينها. القوة اف هتساوي هل دي قوة مغناطيسية عادية ولا قوة مغناطيسية جاية نتيجة قوة متبادلة؟ جاية نتيجة قوة متبادلة، فهتساوي ميو في اي 1 في اي 2 اللي انت عايزها في ال على مين؟ 2 باي دي. كل ده بيساوي مين؟ بيساوي ام في جي. انت عايز مين حضرتك؟
عايز اي 2. من هنا اكن الام جي دي على 1، فمن هنا اي 2 هتساوي ام في جي في 2 باي دي مقص على، معلش هكتب ال الاول، ميو في اي 1. ليه بس كتبت الام الاول؟ مش عشان سبب مهم، بس عشان انا معايا الام على ال جاهزه. مقدار ايه؟ ثابت، اللي هو كان بكام؟ ب 12 من 100 جرام لكل متر، وقلنا هنضربها في 10 اس سالب ايه؟ 3. خلاص وصلت للحاله دي، ودي هي المساله، انت عرفت تحل. يبقى هنا لازم تعرف ان القوه اللي هتسبب الاتزان هي القوه المتبادله. جميل. الام على ال ب 12 من 100 بس في 10 اس سالب 3 في الجي ب 10. الدي ما بينهم 20 سم، يعني 2 من 10 متر باي ايه ماشي، وفي كام؟ في 2 برضو على الميو 4 باي في 10 اس سالب 7 في اي 1 اللي هي ب 80. امسك آلتك هتطلع لك الإجابة ب 15 أمبير. سؤال مهم رابط بين حالتين، رابط بين القوة المتبادلة وحالة الاتزان، لازم تحله بإيديك مرة واتنين زي ما بقول لك دايما، ورقتك وقلمك وحصلني. هنا سلكان مستقيمان متوازيان اكس وواي. السلك اكس طويل جدا زي ما انتم شايفين، والسلك واي طوله 80 سم. مهمة ال 80 سم دي مهمة جدا. يمر في كل منهما تيار كهربي كما بالشكل المقابل، فإذا علمت أن القوة المتبادلة بين السلكين 2 في 10 أس سالب 5. عايز إيه؟ طالب هو يا سيدي البعد العمودي بين الإيه؟ السلكين، طالب الدي. تقول لي سهلة مستر، قوة متبادلة على جنب كده اف بتساوي ميو في اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي ايه؟ دي. فانا لو عايز دي من هنا، دي هتساوي ايه؟ هجيب الاف مكان الدي، فهنا الاسهل وانجز هجيب الاف مكان الدي، فمن هنا دي هتساوي ايه؟ ميو في اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي اف. حلو. ميو ثابت وهو عطولك ب 4 باي في 10 اس سالب 7. اي 1 واي 2 الاتنين ب 2. مشكله في مين؟ في ال نفسها. ركز معايا وانا بشرح، قلت لك مين ال؟ قلت لك هي الطول المتقابل بين السلكين. فين بقى الطول المتقابل بين السلكين؟ هنا الحته دي، الحته دي بس، الجزء اللي هم فيه قصاد بعض، اللي هو مين في نفس الوقت؟ اللي هو ال 80 سم طول مين؟ طول السلك واي. يبقى انا هنا اللي بالنسبه لي هي الطول المتقابل بين السلكين. جميل. فانت خلاص هتروح تعوض هنا الميو، تعال على جنب، من هنا دي هتساوي ميو اللي هي 4 باي في 10 اس سالب 7. التيارين قد بعض، 2 في 2 اللي هي 2 تربيع او 4، يعني مش مستاهله. في ال 80 سنتيمتر يعني 8 من 10 متر على 2 باي في اف بالنسبه لك اللي هي 2 في 10 اس سالب ايه؟ 5. هتمسك آلتك هتطلع لك ب 32 من 1000 متر، او اسف 32 من 1000 سنتيمتر. هيطلع لك هنا لما تحولها 32 من 1000 سنتيمتر بعد التحويل، اللي هي الاختيار مين؟ ج. السؤال اللي بعده سؤال مهم، بيقول لك هنا حلو السؤال ده. سلك يمر بيه تيار كهربي 24 امبير اللي هو ده، ويمر في الملف المستطيل الموضح بالشكل تيار شدته 10 ايه؟ امبير. فاذا كان السلك والملف مستواهما ايه؟ واحد، عين مقدار واتجاه القوة المؤثرة على مين؟ على المستطيل. تاني بيقول لك ايه؟ هنا عندك سلك وعندك ملف على شكل مستطيل.
في قوة متبادلة هتنشأ بين السلك والمستطيل، أنا عايز محصلتها. تقول لي سهلة. قلت لنا مستر أنت علمتنا دايما نشوف مين الاتجاهات بتاعت القوة، إحنا ناس بتوع متجهات. بص هنا السلك اف اي والسلك بي اي تيارين هم في نفس أم في عكس الاتجاه؟ في عكس الاتجاه، فينشأ بينهم قوة متبادلة نوعها تنافر، فسمي دي مثلا وليكن اف واحد. طب بص على السلك سي دي والسلك اي اف، ركز معايا في السؤال. التيارين هنا في نفس الاتجاه، فهنا هينشأ ما بينهم قوة تانية نوعها تجاذب بنسميها اف 2. فكده أصبح الملف بيتأثر بكم قوة متبادلة؟ 2 في نفس أم في عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. فسهل يا مستر نحسبهم ونطرح. سهل صح، وهتحسب اف واحد واف 2 وتروح تطرح. بس في حاجة هنا قبل ما اكمل وقبل ما احسبهم، حد فيكم يقدر يقول لي مين اكبر اف واحد ولا اف 2؟ بناء على القانون ده اف بتساوي ميو في اي واحد في اي 2 في ال على 2 باي دي. هنا الميو ثابت، والتيار اللي في السلك الاول او التيارات كلها متساويه في اي واحد هو اي 2، والطول متساوي. الفكره كلها في مين؟ في الدي، في البعد العمودي. ازاي؟ البعد العمودي هنا علاقته عكسيه مع القوه. جميل. بص المسافه او البعد العمودي بتاع السلك او بتاع القوه اف واحد 4 سم. البعد العمودي بتاع السلك الثاني اللي هو سي دي 14 سم. فالاكبر بعد عمودي اقل قوه، فبالتالي وانت مغمض اف واحد اكبر من اف 2. فاللي هتعمله تحسب اف واحد وتحسب اف 2 وتروح تطرحهم من بعض. طب احسبهم ازاي؟ بقانون القوى المتبادله. هنا على جنب الحل هوريه لكم هنا بطريقه ثانيه. اف واحد هتساوي ايه؟ ميو اللي هي 4 باي في 10 اس سالب 7 في التيار الاول 24، في التيار الثاني 10 في البعد العمودي بكام؟ ب 4 سنتيمتر. ماشي. في التيار الثاني البعد العمودي قلنا بكام؟ البعد العمودي 4 سنتيمتر، والطول بكام؟ ب 20 سم اللي هي 2 من 10 متر على 2 باي في مين؟ في الدي. الدي هنا ب 4 سم يعني 4 في 10 اس سالب 2 او 4 من 100 مش فارقه كتير. هتحسب القوه الاولى هتطلع لك ب 2 في 10 او 2 و4 من 10 في 10 اس سالب 4. طب القوه الثانيه نفس التعويض بالظبط، بس بدل ما البعد العمودي ب4 تخليه بكام؟ بكل ده اللي هو 14، فيبقى 14 في 10 اس سالب 2. هتطلع لك القوه دي بكام؟ ب 685 من 1000 في 10 اس سالب 4. قلنا القوتين هعمل فيهم ايه؟ قلنا القوتين هطرحهم لان هم في عكس الاتجاه، فاف توتال اف 1 ناقص اف 2. هتعوض على الآلة. الحسبة دي هتطلع لك ب 1715 من 1000 في 10 اس سالب 4. سؤال مهم ركز فيه وحله تاني ايه بايدك. يلا بينا على السؤال اللي بعده. يلا بينا مع بعض هنبدأ السؤال رقم 7. وصلنا للسؤال رقم 7 ولسه الزمالك بيراميدز 0-0 ومفيش اي فايدة. مهم سلكان اكس واي متساويان في الطول، يمر بكل منهما تيار كهربي موضوعان عموديا على مجال مغناطيسي اتجاهه خارج الصفحة، كثافته بي كما بالشكل. فتكون العلاقة بين القوة المغناطيسية على المؤثرة على السلك اكس والقوة المؤثرة على السلك واي هي هل في اتجاهين واحد؟ يعني هما هل اسفل ولا اعلى ومين اكبر؟ تعالى نبدا بمين؟ بالاتجاه. نبدا باكس. هطبق قاعده فليمنج لليد اليسرى، قوه مجال تيار، المجال للخارج وادي التيار، فالقوه لاعلى. هنا نفس الحال، المجال والتيار والقوه برضه الاعلى.
عايزين نعرف مين اكبر قوه. والله القوه بتساوي بي اي ال، الاتنين محيطين نفس المجال وليهم نفس الطول، فنفس المجال ونفس الطول. مين العامل بقى اللي هيأثر على قيمة القوة؟ اي. بص هنا تيار السلك واي اصغر من تيار واي، تيار واي اكبر من تيار اكس. ليه؟ تيار واي ب 2 اي وتيار اكس باي، فالاكبر تيار هو الاكبر قوه، فبالتالي قوه السلك واي اكبر من القوه المؤثره على السلك مين؟ اكس، والاثنين اتجاههم لاعلى، فهنا هتكون الاجابه بتاعتي ب اف واي اكبر من اف اكس واتجاههم ليه؟ لاعلى. السؤال اللي بعده بيقول لك سلكان مستقيمان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي او من بهما تيار كهربي، فان القوه المغناطيسيه المتبادله. هنا فكره السؤال ده لو انا فاكر كان ثانويه عامه، بس مش فاكر 2000 وكام وناسوا يكتبوا، ما علينا. المهم عايز القوه المتبادله بين السلكين. السؤال ما فيهوش حاجه، اف هتساوي ايه؟ ميو في اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي. هنا الميو 4 باي في 10 أس سالب 7، اي 1 ب 4 واي 2 ب 2. الفكره كلها في مين؟ في الطول. مين الطول؟ الطول المتقابل بين الايه؟ بين السلكين. هنا الطول بكام بقى؟ لو تعرف تقول لي. بص هنا انا عامل لك شرطتين، الشرطتين دول معناهم ايه؟ ان انا قسمت السلك بالنص بالتساوي، فالسلك طوله كله كام؟ 1 متر. طول السلك كله 1 متر، فده معناه ان دي نص متر والحته دي نص متر. طب الطول المتقابل بقى بين السلكين هيكون مين؟ هذه الجزئيه. الجزئيه دي اللي طولها كام؟ نص متر. فانا لو عايز الاف هروح اعوض، اف هتساوي ايه؟ ميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7 في التيار 4 في التاني ب2 في الطول المتقابل بنص على 2 باي في الدي اللي هي 30 سم اللي هي 3 من 10 ايه؟ متر. على الآلة هتطلع الإجابة أ 2.67 من 100 في 10 أس سالب ايه؟ 6 نيوتن. اللعبة هنا كلها كانت في الطول المتقابل ان انت تعرف ان هو نص متر. السؤال اللي بعده حلو السؤال ده. بيقول لك الشكل المقابل يتأثر السلك اي بي بقوة مغناطيسية ناتجة عن تأثره بمجال مغناطيسي بي، أي التغيرات الآتية يؤدي إلى نقص القوة. أنت عندك القوة مين؟ اف يابا بتساوي ايه؟ بي اي ال، فعشان أقلل البي يقلل الاف يقلل كثافة الفيض يقلل شدة التيار يقلل الطول. بالنسبة لطول السلك أنا مش هقدر أجي جنبه، هو السلك متصنع بالطول ده متوصل في الدايرة بالطول ده، فسيبك من ال. يقلل كثافة الفيض يقلل الطول. أول اختيار عندك يقول لك زيادة كثافة الفيض، لا أنا عايز أقللها، فألف ما ينفعش. تاني اختيار انقاص المقاومة المتغيرة. حلو يا مستر، أنا لما أقلل المقاومة المتغيرة المقاومة تقل فالتيار يزيد. هو أصلا انقاص المقاومة المتغيرة هنا ده ولا ليه لازمة. ليه بقى؟ بص على المقاومة، المقاومة دي متوصلة إيه؟ على التوازي مع سلك. مقاومة متوصلة مع التوازي مع سلك، مقاومة ملغية أصلا. مقاومة أصلا ملغية مش شغالة، لأن السلك لغيها هيسحب منها التيار. فزيادة أو إنقاص المقاومة المتغيرة مالوش داعي، مش هيعمل أي حاجة. السؤال اللي بعده أو المطلوب اللي بعده، غلق المفتاح كي 1. طب تعالى نجرب. لما أقفل كي 1 ده توصيل توازي، توصيل توازي يقلل المقاومة. حلو، فلما المقاومة تزيد تقل التيار شدته تزيد فالقوة هتقل، أو آسف القوة هتزداد، وأنا عايز أقلل القوة؟ لأ. فغلق المفتاح قلل المقاومة زود تيار، زاد التيار زودت القوة، وأنا مش عايز أزود القوة. طب وبعدين رجع المفتاح تاني مفتوح. هنا بقى آخر حاجة فتح المفتاح كي، هو ده الاختيار اللي فاضل، فهي دي الإجابة. طب ليه؟ أنا لما أفتح المفتاح كي كده بالشكل ده،
لما افتح المفتاح هل السلك ده اصبح موجود؟ الاجابه لا. فالمقاومه اللي ما كانتش شغاله دي هتبدا تشتغل. صح. طب المقاومه كده هتزيد فالتيار يقل، فلما التيار يقل القوه المغناطيسيه هتقل، لان العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه. صعب الكلام. ايه السؤال اللي بعده؟ حلو السؤال ده، سؤال مهم، ركز معايا. سؤال رقم 10. بيقول لك سلكان متوازيان طويلان 1 و2 يمر بهما تيار ران كهربيان 2 امبير و4 امبير على الترتيب، يؤثر عموديا عليهما مجال مغناطيسي منتظم كثافته 4 في 10 أس سالب 6 كما بالشكل، فأن مقدار محصلة القوة المغناطيسية. تقول لي يا مستر ده سهلة، دي قوة متبادلة ميو في اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي. لا دي مش قوة متبادلة بس. بص هنا، هو عايز القوة اللي بتأثر على السلك واحد. سيبك من السلك 2 أكنه مش موجود. لو بصيت هتلاقي إن السلك واحد ده سلك موضوع في مجال مغناطيسي، صح؟ فده السلك ده هيتأثر بإيه؟ بقوة مغناطيسية. جميل. تعال نحسب القوة المغناطيسية، تعال نشوف اتجاهها. المجال للداخل، التيار لأعلى، فالقوة ليسار الصفحة. فالسلك ده أصلا بيتأثر بقوة مغناطيسية. هحسبها منين؟ هحسبها من بي اي ال. بي الخارجي وتيار السلك واحد وطول. حلو. طب لما احط السلك 2، لما احط السلك 2 كمان في الرسمه كده في قوه متبادله بين السلك واحد والسلك 2. صح. نوعها ايه؟ نوعها تجاذب، فهتبقى في الاتجاه ده. فكده اصبح السلك واحد متاثر بكام قوه؟ 2. وفي عكس الاتجاه. لا تاني من الاول امسح كل ده. الله كل ده امسح. حلو. ارجع هنا معايا تاني. قلنا السلك واحد لكن 2 مش موجود، موضوع داخل مجال مغناطيسي عمودي على الصفحه وليل داخل، فاطبق قاعده فليمنج. ادي المجال وادي التيار، فالقوه متهزرش بقى، قوه ايه؟ يسار الصفحه. جيت رجعت السلك 2، في بين 1 و2 قوه متبادله، نوعها ايه؟ نوعها تجاذب، فبالتالي هيتأثر بقوة في الاتجاه ده. فهنا كده السلك واحد بيتأثر بكام قوة؟ قوتين. واحدة قوة مغناطيسية عادية ده بتساوي بي في اي 1 في ال، والتانية قوة متبادلة اللي هي ميو في اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي. مستر مين الكبيرة ومين الصغيرة؟ لتفادي الإشارة السالبة هتحط الاتنين في حد ايه؟ مطلق. جميل. طب حلو. وبعدين او لو مش عايز تعمل كده او مش عايز تعوض مره واحده، انت هتروح تعمل ايه؟ تحسب مره القوه المغناطيسيه عادي جدا، ومره تحسب القوه الايه؟ المتبادله. ازاي؟ القوه المغناطيسيه اللي هي اف اللي هي العاديه هتساوي ايه؟ بي في اي السلك واحد في ال. البي بكام؟ البي ب4 في 10 أس سالب 6. في التيار بتاع السلك واحد ب2 في 10 أس سالب 6 أو ب2 بس لا. وقال لك القوة المؤثرة على المتر الواحد، يعني الطول بكام؟ بواحد، ملوش لازمة. على الآلة هتطلع لك ب8 في 10 أس سالب 6. تعالى نحسب القوة المتبادلة بينهم. اف المتبادلة هتساوي ايه؟ ميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7 في 2 في 4 في البعد في وحدة الأطوال، يعني الطول بواحد، على 2 باي في الدي ما بينهم اللي هي 10 سم، يعني 1 من 10. هتمسك آلتك هتطلع لك 16 في 10 أس سالب ايه؟ 6. دي القوة الايه؟ المتبادلة. طب انت كده اف توتال هتساوي ايه؟ قلنا طرح قوتين، مين الكبير؟ اكيد ال 16 في 10 أس سالب 6 ناقص
ال8 في 10 أس سالب 6 هتطرحهم من بعض يديك الإجابة مين؟ د. 8 في 10 أس سالب 6 نيوتن لكل متر. إن هنا عايز القوة المؤثرة على المتر الواحد، يعني دي بتبقى اف على ال. صعب الكلام؟ هنا السؤال اللي بعديه، هنا ده سؤال على القوة المتبادلة بين 3 أسلاك. بيقول لك سلكان متوازيان A و B، المسافة بينهما في الهواء 15 سنتيمتر، السلك A تياره 4 أمبير، السلك B تياره 8 أمبير. احسب القوة المؤثرة على سلك C، ده سلك ثالث خالص، موضوع بينهما بحيث يبعد عن الأول مسافة 5 سنتيمتر ويمر به تيار شدته كام؟ 2 أمبير. مرة لو التيارين في اتجاه واحد، ومرة التيارين لو في عكس الاتجاه. تعال هنا على الرسمة دي. أول حاجة أنا عندي كام سلك؟ 3 A B C. قال لي A و B تيارهم في نفس الاتجاه، ده ب 2 أمبير أو ده ب 4 ده ب 2. أحط C هنا سلك ثالث في تياره ب 2 أمبير وطوله 120 سم، لكن ما حددليش اتجاه التيار بتاع السلك C. بين قوسين مش هتفرق. ازاي يا مستر؟ والله العظيم ما هتفرق. تعالى معايا، تعال نفرض اتجاه التيار السلك C وليكن لأعلى. فبين E و C كده قوة تجاذب في الاتجاه اللي انا راسمه لك ده. طب بين B و C قوة تجاذب في الاتجاه ده. فهنا بيتأثر بكام قوة؟ قوتين في عكس الاتجاه. فالمحصلة بالطرح. طب تعالى نعكس. تعالى نعكس. خلي التيار لأسفل. فبين A و C قوة تنافر، فهتبقى كده دي الاف بتاعت السلك A. طب بين B و C قوة تنافر برضو، فكده السلك برضو بيتأثر بكام قوة؟ 2 بس في عكس الايه؟ برضو الاتجاه. فاليمين شمال المحصلة كانت بالطرح. تعالى هنا هنفرض ان هما ايه؟ زي ما هو في الرسمة. الطرح ده هو المفروض هنا. تمام؟ فهنا لقينا ما بين السلك A و C تجاذب وبين B و C تجاذب، فالقوتين في عكس الاتجاه. فالحل هتحسب القوة المتبادلة بين A و C وتحسب القوة المتبادلة بين B و C وتطرحهم. يا ترى مين أكبر؟ عشان أعرف مين أكبر أعمل إيه؟ هقسم تيار على بعد عمودي، وهنا تيار على بعد عمودي، وتيجي المفاجأة. تعال نشوف تيار السلك B. أنا عايز اف بي مثلا. تيار بكام؟ ب8. البعد العمودي هي المسافة كلها ب15. قال لك دي ب5 يبقى دي بكام؟ ب10، يبقى 8 على 10. والقوة اللي بيأثر بيها السلك ايه؟ عايزين نعرف هتبقى بكام؟ هتقول 4 على 10 أو آسف 4 على 5 على الآلة أو بدون استخدام الآلة. لو عندك بربع جنيه رياضة هتلاقي إن دي برضو بكام؟ أنا كاتب دي 8. ماشي، 4 على 5 على الآلة هتلاقي الاتنين ب8/10. فأنا قلت لك عشان تعرف مين أكبر قوة تقسم التيار على البعد العمودي بتاعها والتيار على البعد العمودي بتاعها. فبالتالي هنا لقيت النسبتين مالهم متساويين. يعني أقدر أقول إن القوة اللي بيأثر بيها B على السلك C والقوة اللي بيأثر بيها A على السلك C القوتين قد بعض. فمحصلة القوة اللي بتأثر على السلك بكام؟ ب0، لأن القوتين في عكس الاتجاه وقد بعض، فمحصلتهم هيكون بكام؟ ب0، لأن أنا هطرح. فبالتالي في الحالة الأولى دي محصلة القوة بكام؟ ب0 نيوتن. طب الحالة اللي بعدها، لا أنا خليت التيارين في عكس الاتجاه. فهنا لو لاحظنا، لو فرضنا إن ده التيار الأعلى بين A و C في تجاذب أهي، وبين B و C لا في تنافر عشان التيارين في عكس الاتجاه. فكده السلك هيتأثر بكام قوة؟ 2 في نفس ولا عكس الاتجاه؟ نفس الاتجاه. فالقوة اللي متأثر على السلك C هتكون القوة المتبادلة بينه وبين A زائد القوة المتبادلة بينه وبين B. روح بص هنا على الجدول اللي عوضنا فيه، هفكها.
لميو في اي اي في اي سي في ال على 2 باي جي اي سي اللي هي المسافه بين اي وسي اللي هي بكام؟ ب 5 سم، زائد ميو في اي بي في اي سي في ال على 2 باي جي اللي هي دي بكام؟ ب 10 سم. هنا انا كنت بسهل على نفسي واخدت عامل مشترك. انت مش عايز تاخد عامل مشترك وتعوض على طول، عوض على طول مفيش مشكله. هتمسك آلتك بالتعويض هتطلع لك 76.8 في 10 أس سالب 6 نيوتن. وده كان آخر سؤال معانا، ويا رب أكون فدتكم. أشوفكم المرة الجاية مع عزم الازدواج والجلفانو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.